شنو أول صورة كتشوفها في بالك ملي كتسمع فورميلا واحد؟ موناكو، إخوت في البحر، مشاهير هوليوود، أثرياء العالم، فنادق كتكلف آلاف الدولارات في الليلة الواحدة، وسيارات كطير بسرعة فوق 300 كيلومتر في الساعة. دابا تخيل معايا هاد المشهد كامل، ولكن في المغرب. تخيل ملياردير أمريكي هبط بطائرته الخاصة في طنجة، ما جاش يشوف الأسواق القديمة، وما جاش حتى يدوز عطلة رخيصة. الرجل جا خصيصا باش يحضر أول سباق فورميلا واحد في المغرب، وبعد السباق غادي يركب يخت فاخر في مارينا على البحر المتوسط، ويتعشى في مطعم داخل برج محمد السادس الفاخر في الرباط، وينعس في جناح كيتجاوز ثمنه 10,000 درهم في الليلة الواحدة. هادشي كان قبل سنوات كيبان خيال علمي، ولكن اليوم المغرب كيبنيه فعلا. قبل ما نكمل، دير لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، حيت اللي غادي تسمع اليوم أخطر بزاف من مجرد مشروع سياحي. حنا قدام تحول تاريخي ممكن يبدل صورة المغرب كاملة قدام العالم. المغرب اليوم ما بقاش باغي يكون غير وجهة للسياحة العادية. المملكة داخلة في سباق عالمي باش تولي مركز للفخامة، الرياضة والأثرياء. وأخطر ورقة كيلعبها المغرب دابا هي الفورميلا واحد، الرياضة اللي كيتابعها أكثر من مليار مشاهد حول العالم سنويا، واللي كتجمع أكبر الشركات، المشاهير والمليارديرات. في 2025 و 2026 تقارير دولية كتيرة بدأت تهدر على مشروع ضخم قرب طنجة قيمته أكثر من مليار دولار. الهدف ديالو واضح: إرجاع الفورميلا واحد لإفريقيا من بوابة المغرب. المشروع ماشي غير حلبة سباق والسلام، حنا كنهضروا على مدينة ترفيهية كاملة مستوحاة من تجربة أبو ظبي وياس مارينا. حلبة بمعايير عالمية، فنادق فاخرة، مارينا لليخوت، مراكز تجارية، منتجعات سياحية، حديقة ترفيهية، ومرافق قادرة تخدم طوال العام، ماشي غير نهار السباق. وحتى الناس اللي خدامين على المشروع ماشي ناس عاديين، كاينين أسماء خدموا مع فرق تاريخية في الفورميلا واحد بحال ماكلارين ولوتوس. وهذا الشيء علاش المشروع بدا ياخذ جدية كبيرة في الإعلام الدولي. حتى رئيس الفورميلا واحد ستيفانو دومينيكالي لمح بشكل واضح أن كاينة مفاوضات حقيقية باش ترجع السباقات للقارة الإفريقية بعد غياب دام أكثر من 30 سنة. ولكن علاش طنجة بالضبط؟ الجواب بسيط: الموقع. طنجة اليوم ما بقاتش مجرد مدينة شمالية مغربية، هاد المدينة ولات نقطة استراتيجية عالمية، كتبعد دقائق فقط على أوروبا، وعندها واحد من أقوى الموانئ في العالم، طنجة المتوسط. وهذا الشيء مهم بزاف في الفورميلا واحد، لأن الفرق كتنقل آلاف الأطنان من المعدات والسيارات عبر الطائرات والسفن. وفي نفس الوقت طنجة قريبة من أوروبا، لدرجة أن بعض المتابعين في منتديات الفورميلا واحد قالوا أن المغرب يقدر يولي موناكو الجديدة بالنسبة للسباقات المتوسطية. تخيل فقط هاد الصورة: سيارات فورميلا واحد كتدور بسرعة خيالية، خلفها البحر الأبيض المتوسط واليخوت مصطفى، وفي الخلفية مدينة مغربية كتدخل عصر جديد. هاد المشهد وحده كفيل يبدل صورة المغرب كاملة في العالم. وحاجة مهمة بزاف: الفورميلا واحد ماشي مجرد رياضة، هاد الصناعة كتجيب معها نوع خاص من الناس، مليارديرات، مستثمرين، شركات عالمية، ماركات فاخرة ومشاهير. لهذا المغرب ما كيشوفش الفورميلا واحد غير كحدث رياضي، بل كآلة ضخمة للتسويق العالمي. والمثير أكثر أن هذا التحول كامل جاي في واحد الوقت المغرب فيه أصلا انفجار سياحي غير مسبوق. في 2025 المملكة قربت ل20 مليون سائح، وهو رقم قياسي تاريخي. ولكن الرباط فهمات حاجة مهمة جدا: عدد السياح بوحده ما كافيش. السائح اللي كيصرف 300 دولار ماشي بحال اللي كيصرف 3000 دولار. ولهذا المغرب بدا يغير الاستراتيجية كاملة. بدل ما يسوق راسو فقط كوجهة رخيصة وجميلة، بدا يسوق راسو كوجهة فاخرة واستثنائية. وهنا دخلنا المرحلة الثانية من القصة: الفنادق الأسطورية. في 2026 المغرب دخل رسميا لعالم الفنادق أولترا لوكسوري. واحد من أكبر الأحداث كان افتتاح فندق والدورف أسطوريا داخل برج محمد السادس في الرباط سلا، أعلى برج في إفريقيا.
هاد الفندق ماشي أوتيل عادي، الغرف فيه كتوصل ل 7000 درهم في الليلة، والسويتات الفاخرة كتفوت 10000 درهم، والمكان مصمم باش ينافس أفخم الفنادق في دبي وباريس. إطلالة بانورامية على الرباط والأطلسي، مطاعم عالمية، صب فاخر، خدمة خاصة، وصالات أعمال للمليارديرات ورجال السياسة. وفوق هاد الشي كامل، البرج نفسه بارتفاع حوالي 250 متر ولا رمز للمغرب الجديد. وهاد الشي غير البداية، هيلتون العالمية أعلنت في 2026 أنها غادي تضاعف حضورها في المغرب وتفتح 15 فندق جديد عبر علامات فاخرة مختلفة. يعني الشركات العالمية الكبرى ولات كتشوف المغرب كسوق استراتيجي حقيقي للفخامة. وملي كتجمع هاد الفنادق مع مشاريع الفورميلا واحد، كتبدا الصورة توضح. المغرب باغي يصنع تجربة كاملة للأثرياء. السائح الأمريكي اللي غادي يجي يشوف السباق يقدر يبقى أسبوع كامل، يحضر الفورميلا واحد في طنجة، يلعب الجولف في مراكش، يتعشى في الرباط، ويرتاح في منتجع صحراوي فاخر في الجنوب. وهذا التنوع بالضبط هو اللي خلى بزاف ديال الخبراء يشوفوا المغرب كحالة مختلفة على باقي الوجهات المنافسة. البحر، الصحراء، الجبال، المدن التاريخية والثقافة كاملين في بلاد واحد. حتى رياضة الجولف اللي معروفة بأنها رياضة ديال الأثرياء، المغرب خدم عليها بقوة. اليوم كاينين ملاعب عالمية في مراكش، الرباط، الجديدة، أكادير وطنجة، وبعضها تصمم على يد أشهر المهندسين الرياضيين في العالم. ولكن السر الحقيقي هو التجربة المغربية نفسها. تلعب الجولف قدام جبال الأطلس، تخرج تلقى رياض تقليدي عمره مئات السنين، تمشي للصحراء فخيام فاخرة، وترجع فتيجي فيه بسرعة عالية بين المدن. هاد الدمج بين الأصالة والفخامة هو اللي بدا كيخلي المغرب مختلف حتى على دبي. دبي عندها الفخامة، ولكن المغرب عنده القصة. ولهذا حتى مشاهير ورجال أعمال عالميين بداو يشروا عقارات في مراكش وطنجة، والأسعار ديال الفيلات الفاخرة طلعوا بزاف في آخر السنوات. ومع اقتراب كأس العالم 2030، المغرب داخل في مرحلة بناء ضخمة جدا، مطارات جديدة، طرق سريعة، فنادق، قطارات، ومشاريع بمليارات الدولارات. السؤال اليوم ما بقاش واش المغرب غادي ينجح سياحيا، السؤال الحقيقي ولا إلى أي مستوى غادي يوصل. حيث اللي كيبان دابا أن المملكة ما بقاتش كتفكر محليا فقط، المغرب بدا كيلعب في دوري عالمي جديد، دوري الفورميلا واحد، الفنادق الأسطورية، والسياحة اللي كتستهدف أغنى الناس في العالم. ويمكن بعد سنوات قليلة ملي شي أمريكي ولا أوروبي يسمع كلمة موروكو، أول صورة تجيه في باله ما تكونش غير الأسواق القديمة، ولكن صوت سيارات الفورميلا واحد، اليخوت والفنادق اللي كتنافس دبي وموناكو. الأكيد أن المغرب ما بقاش كيلعب دور المتفرج، المملكة دخلات السباق العالمي للفخامة، وبسرعة الفورميلا واحد. إذا عجبك هاد الوثائقي دير لايك وسبسكرايب، وحضر راسك الحلقة الجاية، حيث اللي جاي على المغرب أغرب وأضخم مما تتخيل.